واخيرا صوتنا وصل. اخيرا صوتنا وصل، ونتيجة اللي قلناه اللي قلناه ابتدت تظهر، ابتدت تبان، ابتدت تجيب، ابتدت تظهر في رد رسمي. انا عايز الفيديو ده يوصل، عايز الفيديو ده يوصل لكل الوطن العربي، يوصل لكل افريقيا، يوصل لكل العالم. عايز كل العالم يعرف، يسمع ويشوف نتيجة اللي احنا قلناه. نتيجة اللي احنا قلناه ابتدت تظهر، وابتدت تجيب رد رسمي، وبقينا ترند يا جماعة. بقينا ترند. الفيديو عدى ل 2 مليون، وهيعدي تاني. واكتب ريمو وسيمو في البحث، اكتب ريمو وسيمو في البحث، وانت تتأكد وانت تعرف ان اللي بنعمله بيجيب فايدة، ان اللي بنعمله بيجيب رد رسمي. قبل ما اقول اي حاجة يا جماعة، اسمحوا لي ان انا اعمل كده، اسمحوا لي ان انا اعمل ده كاس العالم بتاع انفنتينو ولا فالنتينو. اسمحوا لي يا جماعة، اسمحوا لي. كاس العالم ده احنا، كاس العالم ده ما احناش عايزينه، ما يخصناش وما يهمناش. يهمنا ايه بقى؟ يهمنا الابطال الحقيقيين اللي كلنا شفناهم، وكلنا عرفناهم، وكلنا عايشناهم، وكلنا عاشرناهم. وادي كاس العالم ده زي ما احنا شايفينه كده مش عايزينه. وهنشوف نتيجة اللي احنا عملناه ونتيجة اللي احنا قلناه وصلنا لايه. يا جماعة انا معايا بالمستندات، ومعايا الخبر بيقول لك ايه. قدمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم احتجاجا رسميا لدى اللجان المختصة داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم انفنتينو بخصوص الظلم التحكيمي الذي مورس على المنتخب المغربي في مباراته ضد المنتخب الفرنسي اللي حضرها الرئيس ماكرون برسم نصف نهائي كاس العالم. احتجت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بقوة على تحكيم مباراة المنتخب المغربي امام المنتخب الفرنسي. هو ايه اللي بيحصل؟ ايه منتخب رياضة سيزار ارتورو ولا راموس؟ مش عايزين نعرفه. المكسيكي جاء الاحتجاج في رسالة إلى الهيئة المختصة تضمنت الحالات التحكيمية. تعالوا نشوف، هو احنا بنقول ليه؟ هو احنا بنعمل كده ليه؟ الحالات التحكيمية التي حرمت المنتخب المغربي من ضربتين جزاء، ضربتين واضحين بشهادة المختصين بشهادة كل المختصين في التحكيم. هو ايه؟ لا رجع للفار ولا اي حاجة، ولا شفنا حاجة، والكرتين كلنا عارفينهم، والكرتين كلنا شفناهم. ضربتين جزاء واضحين، كل في مصر وفي الوطن العربي وفي الاجنبي وفي اي حاجة، وجيب اي حد يبص عليهم ويشوفهم اللي هم ضربتين جزاء. لا ترجع للفار ولا تتكلم ولا تعمل اي حاجة. هو ايه؟ هو احنا مين؟ هو احنا ايه؟ احنا مش هنسكت، وهنفضل نتكلم، وهنفضل نقول في فيديوهات. سيمو هيقول، وريمو هيقول، وغيره هيقول. هنقول الظلم التحكيمي اللي حصل على المنتخب المغربي. مش هنسكت عليه. هنفضل نقول بعد ما تعلقنا بيه، بعد ما شفناه، بعد ما حبيناه، بعد ما شجعناه، وكان متألق وكان بيلعب وكان هو انا عايز اسأل سؤال. هو ممكن الديك ياكل الاسد؟ يعني ممكن الديوك تاكل الاسود؟ فسروها وشوفوا الاسود كانوا بيعملوا ايه في المباراة. وعشان تقدر الديوك تاكل الاسود لازم بالظلم، لازم بالاخطاء التحكيمية اللي هي متعة كرة القدم مع المغرب البطل اللي لأول مرة بيخش في المربع الذهبي
نكمل يا جماعة. أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بأنها لن تتوانى، ولن نتوانى احنا، ولن نتوانى احنا، ولا ريمو ولا سيمو ولا أي مصري ولا أي مغربي ولا أي عربي النهاردة لن يتوانى على أن هو يقول كلمة الحق، يقول كلمة الحق. المغرب اتظلمت، المغرب اتظلمت. أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بأنها لن تتوانى في الدفاع عن حقوق المنتخب المغربي، مطالبة بالإنصاف، بالإنصاف. ما احناش عايزين حاجة غير العدل، مش عايزين حاجة غير الإنصاف. مطالبة بالإنصاف في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الظلم التحكيمي الذي تعرض له المنتخب المغربي. احنا مش هنسكت يا جماعة، يا جماعة احنا مش هنسكت. الفيديو ده لازم يوصل لكل العالم، يوصل لانفانتينو في بيته، يوصل لأي حد، يوصل لأي حد يسمع ويشوف ويتكسف على دمه، ويتكسف على دمه وفي الخزي وفي العار اللي هو فيه لما يكسب منتخب مجتهد بوليد الركراجي بلاعبيه الأبطال زي دول. دي قضية رأي عام، رأي عام مغربي عربي. الظلم اللي حصل ده احنا مش هنسكت عليه، هنفضل نتكلم، هنفضل نقول الحقيقة، هنفضل نقول الحقيقة، هنفضل نقول ان المنتخب المغربي اتظلم، المنتخب المغربي اتظلم، المنتخب المغربي اتظلم من هنا للصبح. هنفضل نقول على ظلم المنتخب المغربي. ضربتين جزاء، ضربتين جزاء كانوا ممكن يغيروا النتيجة، ممكن يغيروا النتيجة. النهاردة يا جماعة هتلاقوا ناس كتير قوي جايه تقول لك ايه بقى؟ اسمع، هتشوف المباراه هتتعاد، اصل المباراه هتتعاد. الناس دي هي اللي قالت قبل كده، واحنا الحمد لله عمرنا ما قلنا. الناس دي هي اللي قالت قبل كده على المنتخب الجزائري الشقيق اصل المباراه هتتعاد، اصل المباراه هتتعاد، وعلى منتخب مصر والسنغال اصل المباراه هتتعاد، اصل المباراه هتتعاد. الناس اللي هي بترقص على على احزان الناس، على احزان الناس وتتكسب منها. احنا عمرنا لا النهارده ولا امبارح ولا بكره هنقول ان المباراه هتتعاد. هي في مباراه بتتعاد؟ اوعى تسمع لاي بوك من الابواق بيقول لك ان المباراه هتتعاد. احنا عايزين حقنا، احنا عايزين يتقال احنا اتظلمنا وفي كذا وكذا وكذا، والمخطئ يتحاسب، المخطئ يتحاسب مهما كان مين، المخطئ يتحاسب. لان دي مصائر شعوب ودي نفسيه ناس ارتبطت بمنتخب وهي رياضه وبنشجع رياضه. مفيش الا رياضه، والرياضه اخلاق، الرياضه شرف، الرياضه امانه، الرياضه امانه. النهارده احنا عايزين حقنا، بنطالب ان احنا عايزين حقنا، عايزين ان الظلم ده يترفع، عايزين الانصاف، عايزين المخطئ يتحاسب، اذا كان حكم فار، اذا كان حكم الساحه، اذا كان ايا يكون يتحاسب ويتقال عليه ان ده اخطا في كذا. شوف بقى هم بيعملوا ايه بقى، اجراءاتهم ايه، غرامات. مفيش حاجه اسمها مباريات هتتعاد، احنا في كاس العالم والكاس ماشي زي ما وماشي زي ما وداير واللي هياخده بقى خلاص ياخده، الله يبارك له. ما احناش عايزينه وحرقناه، واللي يكفينا هم الابطال الاسود اللي كل الوطن العربي اتجمع حواليهم، اتجمع. ما تصوروش يا جماعه عملوا حاله قد ايه، عملوا حاله قد ايه من الفخر ومن العزه ومن الكرامه ان المنتخب المغربي اول منتخب، مش هقول لك اول منتخب عربي، لا، اول منتخب افريقي يوصل للمربع الذهبي. والنهارده سواء خد الثالث او ما خدش الثالث، ما نعرفش بقى هم الناس دي نيتهم ايه والناس دي عايزين مننا ايه والموضوع ايه، ما علينا. احنا وصلنا للانجاز ما بنقللش منه اي حاجه، وفخر فوق راس كل عربي. اللي عملوا المنتخب المغربي فخر هنفضل نحكي ونتحاكى بيه. اللي حصل فيه 2022 هيسجلوا التاريخ، هي دي البدايه. مهما وصلت لمنتخبات بعد كده عربيه او افريقيه، هيظل المنتخب المغربي هو البادئ، هيظل هو الاول، هيظل هو الرائد. والنهارده عايزين نوصل صوتنا للعالم ان اللي حصل كان نتيجه ظلم زي ما قالت الجامعه الملكيه في بيان رسمي. الظلم التحكيمي، ضربتين جزاء. ما احناش بنقول كلام من عندنا، ما احناش بنألف، ما احناش متخيلين، ما احناش متوهمين. يا حاقد يا كاره، المباراه ما خلصتش باللعب في الملعب، المباراه خلصت بالظلم، المباراه خلصت بالتحكيم، المباراه خلصت بالطبيخ، بالكوسه وبالقرنبيط
وبالاي بقى حاجه بتاكلوها يا جماعه قولوها وشوفوها واعملوها، واحنا مستمرين يا جماعه هنفضل نقول على الظلم التحكيمي اللي اتعرض ليه المنتخب المغربي.